59 طبيب اسنان، 102 صيدلي، هيئه التمريض 401 ممرض، 20 وحده رعايه اساسيه، وحده تنظيم اسره 17، عندنا عربيات اسعاف 93 عربيه تخديم محافظه. والاسعاف هو المنتج مستوى المحافظه على مستوى المحافظه كلها، على مستوى المحافظه لا ممتاز المستشفى العام سؤال يعني البترول هنا كمل العرض خلص هو عايز الراجل يشكك فيه. عدد الوحدات حتى سنة 2004 9786 وحدة. عدد الوحدات المنفذة من 2005 حتى 2011 9512 وحدة. قد اللي بتنفذوا في 6 سنين قد اللي بتنفذوا حوالي 15. الخطة اللي اتعملت السنة دي حتى 2012 في 5304 وحدة بتنفذوا سنة واحدة. جري إنشاء 5304 وحدة سكنية في المدن الرئيسية والغردقة والسفاجة والقصير ومرسى علم بتكلفة 320 مليون جنيه. مكون الغرفتين وصلت وسيتم طرح 5000 وحدة منها خلال الفترة الجاية في عموم المحافظة بتكلفة 400 مليون جنيه. دي هتبقى مكونة 3 غرف وصالة هتبقى مشطبة عدد الوحدات اللي كنا بنسلمها قبل كده ما كانتش نص تشطيب. كنا شفنا النهارده دول في ناس في وحدات بقى لهم 4 سنين. الحمد لله رب العالمين كان في الاحتياج بتاع وكان في مجلس المدينه عشان موضوع الكهرباء يعني كانت في تعليمات معاه تحديد 5 مليون جنيه. انا حاسس ان احنا كل المباني اللي بتبقى موجوده بقى لها 3 سنين و4 سنين. انا حسيت صح يعني لو جبنا هذا بدا الراجل حتى يقول احنا عندنا قلت له لا انا هنركز في حاجه تعليمات نركز الحج وصعد التراب. انا مؤمن بدي تماما. الحج جهود طالما على امكانيات بريدت او يعني فاحنا نكتشف ونركز جهودنا بنجح حاجه موجوده. يعني في 2000 وحده مبنيه المرافق هتوصل. طب كانت الكهرباء فيها مشكله، المشكله دي اتحلت. عشان كده بقول اللي بيقيس الارض بريفلون بيقدر يشوف وبيقدر يعني سنه قبل ما كان محتاج برضه الاستفاده بس خلاص يا فندم ده راجل يشتغل النهارده. انا مديره على ظهر العربيه على مسؤوليتي. قلت له لغايه ما قررت بايدك اشتغل وكلمت ايوه انا موافقه الحاجات يا فندم. عشان كده بقول لما بتشوف المرض بينا بتقابل الناس فانا ارجو الناس يعني بالذات الاخوات بس فرصه ان شاء الله طول انا متسلم وانا ملتزم بكده. مفيش مشاكل جديده قبل ما نكمل. كلنا بنكمل بعض. الحمد لله اللي مني احسن مني واللي قبل منه كان احسن مني برضه. انا يعني ودي حقيقه لو ما كملناش بعض مش هنوصل. فبدل ما كل واحد يفتح يقول ما فيش حاجه اسمها انا بقولها دي حقيقه. فانا قلت قرار انا خدته وانا مسؤول عنه ان كل المشاريع المفتوحه وتتسلم لناس تتعمل وبعد كده ندور على الجديد. لكن نقعد بقى نركز وبرضه نرجع تاني لتركيز الجهود بتاعته. انا مؤمن كده تماما. اتفضل. الصالات السلكيه واللاسلكيه في شبكه مواصلات سلكيه ولاسلكيه من اول المحافظه حتى اخرها كده. مالناش اي مراحل
قطاع مياه الشرب احنا عندنا بيجي لنا الميه عن طريق كريمات وعن طريق سفاجه عن طريق هنا في 2 مركزين دول محطه بيجي لنا الميه عن طريق كريمات بيجي لنا منها تقريبا حوالي 55,000 متر مكعب في اليوم. السفاجه هنا يجي 13,000 متر مكعب في اليوم. احنا بصدد ان احنا تنفيذ خط ازدواج في خط الكريمات ده حوالي 35 كيلو هيدينا 10,000 متر مكعب. دي نقطة برضه سياسة الكوميونيكيشن كانت موجودة، كانوا عايزين 35 مليون وخلاص الحمد لله أغنياء جدا يعني بعد الثورة. بس بدون إسكان كان في أنا كان الوزير الفاضل وأنا راجل الرجل بعد الراجل واحد الست الواحد عارفين فأنا مختار يعني هو الراجل ده كده فأنا مختار أنا عشان أول ما جيت سمعت كلام ولو حصل أي مشكلة أنا بقى اللي هروح أخصم عند الواحد عارفين يعني. فكانت الحمد لله رب العالمين عملنا لجنه برئاسه المدير العام باعضاء المجلس شورى مجلس الشعب ان شاء الله يعني بحيث ان احنا هنناول وهنقتصر. وفعلا اول حاجه عملناها والتقييم النهارده كام مليون يا فندم؟ 5 مليون من 35 وانا كلمت المهندس ايمن اللي هو ماسك وفعلا قال احنا هنجيب المواسير الاسبوعيه والراجل ابتدى بحيث ان وقت سنه هنعمل عاملين معاه تفصيل ان شهر واحد ال 10,000 متر دول هيتضخوا باذن الله. هنطلع منهم المواسير عشان هذا 2000 متر اللي هم هيجي عشان بس الراجل يكون اقدم من التاريخ بس انا عارف طبعا بحيث ان احنا في 2000 ميه حلوه هتخش على الصيف مع التحليه. الصيف مشكله ميه بس هي فيها مشكله التحليه او مياه الشرب اللي هي بتاعت المحطات التحليه فليها طعم مختلف هننزلها مع بعض ال 2000 متر دول يومي ان شاء الله. فدي ان شاء الله يعني انا خدت القرار ده برضه على مسؤوليتي ان احنا افترضنا ان تدور اسكان الميه تحليل البحر يجيبوها مع ميه النيل عشان الصعب فهنودي القصير ان شاء الله في شهر واحد 2000 متر من دول 2000 متر مكعب يومي بحيث ان هي ضعف الجوده وده خلاص ان شاء الله. بالاضافه للكميه الموجوده بره. ايوه يا فندم مش هناخد منها كمين يعني 4,000 ونص. ايوه لما ان شاء الله برضه هياخد في اول 2 سفاجه هيضخ 6,000 مكعب يوم ودي يعني تبقى طفره جامده جدا. يعني انا برضه شايف من ضمن الحاجات اللي بنحتاج لها السفاجه والحاجات ان في مناوره كل 4 ايام بيضخ يعني الناس اللي في مصر بقى مش يعني هو ده المواطن ده مواطن مصري يعني الراجل اللي قاعد في السفاجه ده ما هو معاه رقم قومي زيي مش احسن انا مش احسن منه. انا بقول كل الشركه كل ان شاء الله لما اروح شركتين هتتحاسب والله باذن الله كل حاجه خلاص بقى الاساسيات الشركتين دي اهم حاجه في الموضوع وهلاقي كل حاجه بس احنا عايزين نشوف بقى حاجه حقيقي مش تبقى الهدوم الشال بقى بتاع عارف تتذكر لما تجيب جيب بقى منين الشال الحاجات اللي بتيجي من الشال انت عارف بتاع العربيه تدرس بقى